مستمعينا مستمعي راديو عيش حياتك في كل مكان، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجامد قوي مع طبعا ضيوفنا الجامدين قوي. برنامج أكاونت على راديو عيش حياتك. طبعا كل أسبوع الساعة 8 مساء على الهواء على راديو عيش حياتك مع مصطفى أحمد مذيع البرنامج. وطبعا كالعادة عارفين أكاونت كل مرة بنعمل هاكينج على أكاونت جديد. مش بنعمل هاكينج على اكونت جديد وناخده، لا احنا بس بنستضيفه عندنا لمدة ساعة، بنقعد ندردش معاه، نفتح الاكونت بتاعه، نعرف السوشيال ميديا بالنسبة له ايه، الحياة على الانترنت اخبارها ايه معاه، بيحب ايه، بيعمل سيرشنج على ايه. كل الحاجات دي هنعرفها طبعا مع هبة الزايد النهاردة، اجمل مذيعة على قناة ابو ظبي. مساء الخير يا هبة. مساء النور يا مصطفى، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. منورانا النهارده في الراديو والبرنامج والله. ميرسي، ده نورك. انت عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده بقى هنعمل هاكينج على البروفايل بتاعك لمدة ساعة. أوكي. ساعة كده نقعد نفتش فيها عن كل حاجة احنا والمستمعين بتوعنا. اوكي. يلا. يعني انت جاهزة دلوقتي انا جاهزة. جاهزة يعني؟ تمام. مفيش اي حاجة خايفة منها؟ لا الحمد لله. داخلة بقلب جامد يعني؟ احنا جامدين قوي. قشطة يا معلم. خلاص طالما احنا جامدين قوي يبقى هناخد اول حاجة معانا. عايز صورة بتعبر عنك على الانترنت. يعني مثلا هقول لما اجي اعمل سيرش عليكي على هبة، هتطلع لي صورة كده مصغرة عن هبة بتعبر عنها. هتبقى ايه؟ يعني في خيالك كده الصورة اللي بتعبر عنك هتبقى ايه؟ ممكن تبقى حاجة من اتنين. يعني مثلا عروسة كرتون، عروسة كرتونية، لان انا بميل جدا للحياة البيور واللي فيها راحة واللي فيها ضحك وسعادة. او صورة فيها اسد. صورة فيها يعني انا برج الاسد، وكل صفاتي كل صفاتي للاسد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فيمكن انا لما بشوف صورة اسد بفتكر نفسي. بتفتكر نفسك صورة اسد كده. بس غريبة قوي ان انت ما بين ده، يعني في فرق ما بين الحياة الكرتونية وما بين الاسد. يعني ده حياة طبيعية كده لذيذة ورسومات جميلة ومناظر. ما هي خلي بالك برضه هقول لك على حاجة، ان البني ادم شخصيته في علم النفس صنفت ان هي شخصية مرنة. فممكن يكون عندي شق كده وشق كده. يعني كل واحد في الدنيا فيه جزئين متناقضتين. تمام. متناقضين. فانت لما تبقى عارف انت عايز ايه بتبقى وصلت للنقطة دي. تمام. خلاص انا شخصيتي الحلو فيها بيمثل كذا، والوحش فيها بيمثل كذا. فاهمني؟ يعني انت عاوزه تقولي لي ان زي العمله كده وكده، يعني وش هنا مقلك والتاني كده الحياه طبعا الحياه وشين طبعا اكيد. يعني انت لما اعمل سيرشنج عنك نخليها الاسد. طيب خلينا اسد. يعني هبه الاسد. اوكي. طب اكتر حاجه بتعملي عليها ايه سيرش على المواقع؟ يعني هبه كده بتبتدي يومها تقوم يعني بعد الفطار والحاجات دي كلها والنقنقه والكلام ده كله، عايزه بقى تعمل سيرش. بتعمل سيرش على ايه؟ الحاجات اللي بتضحك. تحب الحاجات اللي بتضحك جدا جدا، او الكوميكس. بالظبط. انا بتابع ناس على السوشيال ميديا، انا ما اعرفهمش شخصيا، بس في حد اسمه ليدو بيضحكني جدا جدا، ودايما ببقى متابعه فيديوهاته الجديده، ببقى عايزه اشوفها. خلاص احنا اصلا يعني احنا الراديو اسمه عيش حياتك، مفيش اكتر من كده سقف للعيشه يعني للمرح. ايوه. الضحك والحاجات دي بالنسبه لي انا اسلوب حياه. او اللي بيخليني برضه اقعد اسرش، ببقى قاعده انا واختي كده حاطين عينينا في الموبايل وعاملين الحاجات المثيره للجدل. الحاجات المثيره للجدل يعني زي ايه بالظبط؟ يعني نقول اسامي ولا ما نقولش؟ لا احنا مش عايزين نقول اسامي ناس عشان ما حدش يزعل. في ناس بتبقى عامله مشاكل، يعني مشاكل ما تعرفش ايه اسبابها، بس بيبقوا يعني فيها احداث كتير وتلاقي الناس مهتميه قوي بالموضوع وبينزلوا. طب انت بيلفت نظرك الحدث اللي مره واحده بتلاقيه قدامك بدون اي سبب؟ يعني ما بتعلقيش عليه. مثلا مثلا حد قال جمله معينه
في مجال افريقيا مثلا محدش بيسمع عنه اي حاجه، فجاه بتلاقيه بقى هو اللي على التوك شو، هو اللي في الاعلام، هو اللي على صفحات الفيسبوك والتويتر والكلام ده كله. تمام. ما بتقوليش مثلا فجاه هو ازاي وامتى وفين وليه حاجه زي كده تطلع، مع ان هي اصلا يعني ما في حاجات كتيره ما بتطلعش، اشمعنى دي اللي بتطلع؟ بتقف عند يعني بتقفي عند النقطه دي. لقيت لها حل. يعني بص، هو انا مؤمنه جدا 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 ان البني ادم لازم يجتهد عشان يوصل للحاجه اللي هو عايزها. وبرضو في من ضمن حياتنا 80%، ال 80% دول حظ، او ناس بتسميهم توفيق ربنا، وهو توفيق ربنا طبعا، بس الحظ هو اللي بيساعد البني ادم ان هو يطلع في اي حاجه. فاهمني؟ طب هبه تحكي لي عن الاذاعه، يعني عن ان هبه المذيعه تحكي لي عن برنامج فاشن بالعربي. تمام. يعني اوصفي لي التجربه دي. بص، هو انا سافرت ابو ظبي، والحقيقه انا ما حبيتش ابدا العيشه هناك، بس انا بعشق اهل الامارات كلهم. انا ما كنت شايفه اي حاجه بعملها في حياتي غير ان انا بشتغل كل يوم، وبحاول ان انا اخرج يوم الخميس عشان احسس نفسي ان انا ان انت بقى في بلدك وكده ان انا بخرج وحره. لكن الحقيقه انا ما كنتش حره. انا كنت يعني هم المتغربين دايما في الشارع كده. اساليني، مع اني ما سافرتش حبيتش اطلع منها يعني. بس انا يعني الحاجه الوحيده اللي كانت مهونه عليا ان انا مامتي كانت معايا، لان انا ما كانش ينفع ابقى قاعده لوحدي. دي حاجه. التصوير نفسه او التجربه نفسها، انا بحب مجال الفاشن، او اي بنت في الدنيا بتبقى مهتميه جدا بالحاجات دي. هو كان بيتكلم عن مثلا الفاشن شوز في العالم كله، ما اعرفش مين نزل ايه والحاجات الجديده. انا عن نفسي كنت بستمتع بيها عشان حاجتين. طب والاعداد مين اللي كان بيعد لك البرنامج؟ كانت بنت اسمها سمر، كانت اردنيه. هي اللي كانت بتقعد تعد وتجيب الحاجات دي كلها من العالم كله؟ كنت بستفاد حاجتين. اولا ان انا ملمه بالموضه على طول. الحاجه الثانيه ان الفاشن ديزاينرز كانوا بيحاولوا يوثقوا علاقتهم بينا عشان احنا بننزل اخبارهم وكده. فكنت بستفاد طبعا. ايوه طبعا. فستان ده بقى الديزاين الجديد، الحاجات دي كلها. طب ما تيجي فرنسا عشان نعزمك على بالظبط كده. فدي كانت دي كانت حاجه حلوه بالنسبه لي. انا بحب قوي طريق الاذاعه اللي هو فيه فن او حاجه هادفه. الفرق بين التكنيكال في مصر والامارات حاجات كتير. اولها مثلا فرمه، يعني الصبح 6 الصبح الكرو كله بيبقى واقف، مفيش حاجه اسمها مفيش حد ناقص، مفيش حد تعب، مفيش حد مراته ولدت فجاه، مفيش حد صبعه حلوه فعلا. مفيش الطريق كان زحمه، الناس عامله حسابها على كل حاجه. ما عندهمش كوبري اكتوبر للاسف، هنعمل ايه؟ ما عندهمش محور. طبعا خلي بالك برضو يعني الدنيا، يعني مثلا ايه، هي بلد فيها نظام. الناس بتبدا شغل من 6 الصبح وبيناموا 8 بالليل. تمام. خلاص 8 بالليل. 8 بالليل دي بتبتدي 8 بالليل انت ما فيش عندك سينما فاتحه ولا في كافيه فاتح والشارع هص. ايه بقى اللي استفاد الحياه هناك يعني عموما وانعكس عليك هنا في مصر؟ ان ما فيش احسن من مصر في العالم. اوكي، انا موافق على فكره وابصم لك بالعشرة. انا كنت هموت واسافر على فكره، يعني انا قبل ما اسافر كنت هموت واسافر بره. بس لما سافرت بره ما فيش زي مصر. ليه بقى؟ اكتشفت ايه؟ الروح. ان انت مرتاح، ان انت ممكن يعني الحياه مش يعني مش آلة. يعني النهارده بنشتغل وننام وناخد فلوس ونشتغل وننام، يعني كده بالظبط، مش دايره. واحنا المثل اللي هو كله بالحب اللي في مصر ده احلى ما فيها. ان الدنيا بتمشي بالحب فعلا. يعني مثلا انت لو مخرج في بروجرام وانا ضربت لك هوا، فانا جيت قلت سوري او حاجه هتتنفس شويه خلاص، لا هناك انا اترفد فيها بدون كلام. بس على فكره عاوز اقول لك على حاجه، ما هي برضو دي الحياه الناجحه. ما هم ناجحين طبعا. ايوه اوكي، بس احنا اتعودنا على كده الحياه كده. ايوه بس انا دلوقتي عايز انجح في الكارير بتاعي. تمام. فلازم ابقى كده، يعني لازم ابقى في صرامه في المواعيد. انت دلوقتي بتقولي ان هما انا معايا تليفون. علاء منصور. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير. انت على الهوا يا استاذ علاء، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اتفضل. انت على الهوا. مساء النور. استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. تمام الحمد لله. هبه، ازيك يا
اخبارك؟ الحمد لله يا علاء، عامل ايه؟ الحمد لله، منورين برنامج اكونت على راديو عيش حياتك. وانا ليه الشرف اللي بخش في مداخله معاكم. والله برنامج اكونت اكيد يعني منور بالمداخله بتاعت حضرتك. ده بنورك انت. ربنا يخليك يا فندم. صوت اذاعي، معايا 2 مذيعين، انا مذيع زي القمر. احنا نتعلم منها على فكره يعني. انا جايبها عشان اتعلم منها. عايز اقول لك انت معاك عبقريه. طبعا اكيد. ثانك يو. شبه مذيعه شاطره جدا، مهندسه شاطره جدا، فنانه، بترسم، بتعزف، وليها اعمال خيريه كتير، ليها اعمال على السوشيال ميديا كتيره جدا، ليها جمهور كبير جدا على كل الاكونتات اللي معروفه على السوشيال ميديا، حبيبي. الانستجرام والسناب شات. وخلي بالك هي مبهدله الدنيا سناب شات، يعني تقريبا 5 سناب شات في كل 5 دقايق. ما احنا لسه عاملين من شويه سناب شات. والله انا يعني بفكر انزله على التليفون عندي اجربه، يعني ادخل العالم ده اشوف يعني. تحفه. فهبه كانت عامله برنامج قوي جدا، وبتحضر لبرنامج قوي اكبر من اللي فاتوا ان شاء الله. وانا عايز اقول لها وعايز اقول لكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ان هبه الناس اللي جايين. هبه ان شاء الله هتبقى نصيرة المرأة ونصيرة الضعفاء ونصيرة يعني كل واحد حاسس ان هو موضوع حقه شوية في البلد ديت. هي قلبها جامد شوية. لا وانا من برنامج اكونت انا اول واحد داعمها اهو، ما تقلقش يعني. داعمها اهو. حبيبي يا علاء، ميرسي قوي، كلامك فوق راسي وانت على طول كلامك جميل، وشرف ليا ان انت بتقول الكلام ده. ده شرف ليا، دي اختي، شرف ليا حد ما يعرفها. وعايز اقول برنامجك ان شاء الله يكون انجح البرامج اللي موجوده تحديدا على راديو عيش حياتك، وان شاء الله بالتوفيق. وانا ممكن اطلب اغنيه؟ اتفضل نطلب اغنيه طبعا. طيب بس احنا معانا اول اغنيه. بحب قوي عمرو دياب، وانا بحب عمرو دياب. حلو قوي تمام. على فكره وانا بحب عمرو دياب. فانا قلنا بقى حاجه على ذوقك. عايزين حاجه. طب في الفصل اللي بعد ده احنا البرنامج بتاعنا مش بنقول فاصل، احنا بنقول شير بصراحه يعني، لان احنا اكونت فلازم نقول شير. طب شير لاغنيه لعمرو دياب على ذوقك. حاضر. هنشير لك اغنيه لعمرو دياب في الشير الثاني. الشير الاولاني معانا اغنيه كلمات بتاعت ماجدة الرومي. اوكي. الله. اوكي. باي باي حبيبي. باي باي. حلو والله. يعني بص انا عاوز اقول لك على حاجه، اهم حاجه حب الناس طبعا. يعني انت بقى لما بتشوفي حد مثلا ستار او حاجه قاعد في مكان يعني ايه واخد ركن كده لوحده، لا بيقابل حد ولا بيشوف حد ولا يعني ايه، ما وصل خلاص، وصل للحته فبعد يعني ايه، بعد عن الناس كلها يعني عشان مثلا حد يوصل له كتير قوي عشان اوصل له، مفيش السهوله. انت شايفه ده ايه؟ شايفه ده يعني المرحله دي يعني ده بيفقد حب الناس، ولا الناس هتشوفه من بعيد كده احلى وانجم؟ بص هو انا الناس لحظه حدين برضه. بص هو انا اقول لك على حاجه، هو طول مثلا ما في فنان، هي احنا ممكن نقولها بشكل تاني، ان في فنان بعيد عن اللقاءات التلفزيونيه وبعيد عن الميديا، فده يعتبر نجم في السماء، يعني محدش عارف يطوله خلاص. لكن على الصعيد الشخصي انا كل نجوم مصر كبار صحابي، فمفيش حد لوحده، انت بتلاقي قاعد وحوالي 9 اوكي صحابه. تمام. انا بتكلم بقى على بتكلم على التواصل اصلا ما بينه وما بين الشرايح المجتمع نفسها. بص هو انا هقول لك على حاجه، احسن حاجه في الدنيا ان احنا ما يبقاش في اختلاط بالجمهور مباشر. مفيش بالظبط يعني ده احلى حاجه في الدنيا. ليه مفيش اختلاط بالجمهور مباشر ليه؟ عشان سين من الناس لما عمل كده ووقف تعامل مع الجمهور خالص لحد النهارده هو رقم 1. اوكي ماشي خلاص. هقول لك على حاجه، انت طول ما هي النجمه بعيده انت بتبقى نفسك فيها وعايز تسمعها ومشتاق لها على طول، لكن الحاجه دي لو لقيتها متوفره مش عيني عليها طول الوقت بقى عشان هي بعيده اصلا، ف يعني بطبيعه الحال ان انا هنساها شويه. هي شد ورخي بس بسنس، فاهم؟ يعني انت بتحبي النوع ده؟ طبعا. مش بتحبي النوع اللي هو طبعا. وكل الناجحين يعني مش بعيد، بس بيحاولوا يبقى فيه شويه حذر من التعامل مع الجمهور او ان انا اطلع في البرامج. طب انت على الاكونت بتاعك بتحبي الناس الجريئه؟ لا
ما بتحبيش الواحد اللي يقعد يلقح كده بكلامه لا لا لا، هم بيعملوا كده عشان يلفتوا نظري. يعني انا بشوفها كده بس، ان اي حد داخل يكتب كومنت مش ظريف او بيقول رايه، انا رقم واحد ما طلبتش راي حد.